رمضان أهلا. صباح الورد والفل والياسمين على اختي وحبيبتي وصاحبتي اللي بتتابعني. وحشتوني كمان مره وحشتوني. النهارده فيديو جديد، فيديو البهجه، فيديو الفرحه. هنعلق زينه رمضان، هنعلقها في المطبخ وهنظبط الدنيا كده، والستاير بتاعه الشباك الرمضانيه الجميله انا اللي عملتها بايدي. هوريكم يعني خلينا المطبخ بصراحه غيرناه 180 درجه. يلا كده نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. حطي لايك للفيديو، ولو اول مره بتشوفيني خدي لك لفه كده في القناه، وانا متاكده انها ان شاء الله هتعجبك. ولو عجبتك يا ستي الكل اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده وتنضمي وتبقي من عيلتنا الجميله. نقول بسم الله ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه عملتها طلعت الكرتونه كده بتاعت رمضان عشان اشوف بقى الحاجه اللي فيها. الكرتونه دي اثريه يا جماعه، يعني الكرتونه دي بقى لها 3 سنين. كان في كرتونه قبلها، وجيت لما جبت القلايه قالوا لي لازم تحافظي على الكرتونه عشان لو فيها اي حاجه هيطلبوا الكرتونه، يعني الكرتونه الضمان بتاعها. فروحت راميه الكرتونه اللي كان فيها حاجه رمضان وحطيتهم هنا. فطبعا حطيت بقى فيها فروع النور والزينه والفوانيس وكل حاجه تخص رمضان. اي حاجه باجي اشيلها، يعني الحاجه بتاعت رمضان اللي فات واللي قبله باجي اشيلهم، بروح مسحهم كده كويس واروح حاطاهم في قلب الكرتونه دي. فهنا طلعت كل الحاجه اللي في الكرتونه كده، وحطيت برده جنب الحاجه اللي انا اشتريتها جديده اللي عملتها معاكم، الحاجات عملت لكم بيها فيديو مشتريات رمضان عشان بقى نرص كل حاجه كده في المطبخ. دخلت بقى على المطبخ كده بعد ما طلعت الحاجه. اول حاجه جبت الاستيكر ده احطه على الرخامه. السنه اللي فاتت كنت حاطه استيكر رمضاني اللي هو اللون الاحمر، والرمضان اللي قبله كنت حاطه استيكر لونه ابيض زي ده كده بس ابيض. فقلت احط الاسمر. التغيير حلو قوي قوي يا بنات، والله بيفتح نفسنا على المطبخ كده. فاحنا كلنا كستات بيوت بنحب التغيير والتجديد، والحاجات دي بتبقى حلوه فعلا وبتفرق معانا، وبتحسي كده ان انت جبتي مطبخ جديد، بتحسي ان انت غيرتي مطبخك كله باللمسات البسيطه دي. فالمهم انا حطيت الاستيكر طلعته، قلت جنى بنتي يعني الزقيه وكده، وهي اللهم بارك يعني بتعرف تلزقه كويس، فسبتها تلزقه. وقعدت انا بره بقى علشان رحت جبت قماش خياميه بالمتر علشان اعمله ستاره للشباك. تمام. بصوا هي بتفرده ازاي. بتفرد الرول ومعاها السكيلبر دي اللي هي بتاعت الكريمه، وبتعمل بيها عشان تخرج الهواء ما يبقاش فيه فراغات وكده. يعني انت ممكن تعملي بالبطاقه بتاعتك او بكارت فيزا او حاجه من دي. يعني بتمشي كده بتشدي الورقه والاستيكر كده بتلزقي وتسحبي كده بيها عشان تسحبي الهواء. ممكن كمان بفوطه برضو. فالمهم بقى هي قاعده بتلزقه كده، وانا قعدت بقى بره على الترابيزه قصقصت القماش بتاع الخياميه اهو زي ما انتم شايفين كده. كنت قصاه بقى الحته دي يعني نص متر، فاهمين؟ الشباك عندي صغير، الشباك بتاع المطبخ بيبقى صغير هو نص متر. فانا رحت قطعت المتر، كان المتر عامل 30 جنيه. وفي اللي هي القماشه الحلوه القطن اللي هي القماشه زي بتاعه الملايات كانت عامله 60 جنيه. تمام كده. فالمتر ده ب30 طبعا بعد الفصال. هو في حد قال لي ب45 وفي حد قال ب40 وفي حد قال ب35. فانا جبت من اللي هو عندي ب35 ده، فصلت معاه وخدته ب30. جبت كام متر؟ جبت 3 متر ب90 جنيه. عملت بقى ستاره للحوض تحت الحوض، وعملت ستاره للشباك، وعملت مفرش للترابيزه، وباقي كام قطعه كده برضو عملتهم رانر. عملت واحده رانر وكم حته كده عملتهم زي المفارش الصغيره اللي هي بتاعه النيش دي. تمام كده. فانا قصيت الستاره شغلها سهل جدا. وعلى فكره انا بخيط الحاجات دي على ايدي، والفرش بتاع الامتري برضو مخيطاه على ايدي، وحاطه فيه الفرنشه دي على ايدي. فالمهم يعني انا كان صباعي متعور لما كنت بنظف المطبخ وكده، وجي عليه بقى كلور وحاجات من دي، فالتعويره بقى فتحت جامد والتهبت وكده، فما كنتش قادره ان انا اخيط يعني امسك الابره. فرحت مستخدمه مسدس الشمع مؤقتا بس كده، لكن بعد كده انا هبقى اخيطها. تمام. فانا حبيت اقول لكم على الفكره دي عشان برضو لو حد عايز يعملهم مش بيعرف يخيط او كده، وعايزه تعمليها بايدك ومش فاضيه تنزلي لخياطه او في اخر يومين ويومين زنقه، بالمسدس الشمع لو عندك هتبداي ان انت المكان اللي عايزه تخيطيه تلزقيه وهيطلع معاكي برضو زي الفل. بصوا انا لزقت كل حاجه بالشمع. الحرف بتاعه اللي انا قصيته مش هينفع نسيبه كده، هيفتل بقى وهيكر وكده، فبروح حاطه شمع وتانيه على جوه
زي ما بتتني كده وتخيطي هتتني، ومكانها هتخيطي هتحطي شمع. فاتمنى تكونوا فاهمين قصدي يعني. فالمهم عملتها كلها، وبعد كده بقى جيت على حرف الستاره من فوق كده وعملت زي فرنشه كده، اللي هي ايه هتبقى على الماسوره من فوق، تبقى الفرنشه نازله كده تبقى حلوه. فرنشات دي انا السنه اللي قبل اللي فاتت كنت جايبه توب على بعضه، وكان المتر فرداني عامل نص جنيه، وكان الطوب على بعضه فيه مش عارفه 25 متر من الفرنشه دي. جبته كان عامل مش متذكره قوي والله، بس كان واقف في المتر فيه ب 35 قرش او بربع جنيه. فانا رحت جايبه ايه البتاع على بعضها يعني بالجمله، وعملت بقى منها الفرش بتاع الانتريه وفرش الكنب وكده. بس السنه دي جبت الفرش وقصيته وما حطيتش فيه فرنش، شلت اللي هو اللي كان فيه فرنشه ده شلته، واديته لوالدتي تفرشه، وانا عملته كده من غير فرنش يعني. حسيت الفرنشه دي ادمت وكده، فسبت بس الايه البيضات الصغيره هي ايه اللي بالفرنشه دي. فقلت بقى احط كده على الستاره بتاعه الشباك، وعملت كمان على الستاره بتاعه الحوض. خلصت بقى الستارتين وركبت لهم الفرنشه، وعملت مكان كده للماسوره زي ما شفتوا. خلاص كده بقت جاهزه معايا. هحط بقى فيونكه هنا كده، قصيت فيونكه كده صغيره وحشيتها كده بحته من الفايبر، وهحطها بقى هنا مكان ما انا فاتحه الستاره كده من النص. هنا بوريكم ان انتم ممكن تحطوا فرنشه كده، بس انا مش هحط يعني، انا مش هقعد الزق بقى بشمع وكده لان انا لسه هخيطها. فانا هحط الفرنشه دي بس بعدين مش دلوقتي يعني، مش بعدين ان هو كمان شويه، لا انا هعلقها على كده، وان شاء الله لما اجي اخيط بقى ابقى اشيلها واخيط فيها الفرنشه. لكن انا مش هقعد بقى الزق بشمع، لان برضو الشمع ده ممكن ايه انا بحط الغسيل وساعات بخلي الميه تبقى سخنه شويه، بخليها مثلا على درجه حراره 30 او 40، فممكن الشمع يفك. تمام، بس انا بوريكم ان انتم ممكن ايه تحطوا برضو فرنشه على الحرف بتاعها كده يبقى شكلها حلو. المهم عملت فيونكه كده صغننه وحطيت فيها قطعه من الفايبر عشان تبقى ايه يعني ماليه مركزه كده وقلبوزه كده وتبقى باينه، وهلزقها برضو ايه بالشمع كده في الحته اللي هي ايه فاصله ما بين الجنب اليمين والشمال بتاع الستاره. وخلاص كده بقت جاهزه معايا احلى ستاره. عايزه اقول لكم الطقم ده الست كنت طالباه منها اونلاين من البيج اللي هو بتاع اسماء، وقالت لي ب 325 بس اتاخرت عليا فيه قوي. فانا قلت لا خلاص انا هعملها انا يعني. كلمتها قالت لي معلش عندي ظروف وكده ومش هقدر، طب خليها بكره، وانا مش هينفع يا بنات، انا عايزه ان انا ايه اخلص علشان خاطر ان انا انزل لكم الفيديو. فانا قلت لها لا خلاص مش عايزه، الغي الاوردر. ورحت نازله على طول اشتريت كده 3 متر زي ما قلت لكم. فانا لقيت اللون مختلف عن الستاره بتاع الحوض، فقلت لا اشتري بقى ايه قطعه كده على بعضها واعمل منها ستاره للحوض وستاره للشباك عشان يبقوا شبه بعض. وعملتها بقى كده اهو زي ما انتم شايفين، وبقت شكلها حلو. وقسمتها بقى كده يعني جبت حته فرنشه كده قطعتها نصين وحطيت ايه ربطتها بيها كده من تحت، شكلها حلو قوي. وهنا كانت جنى بقى حطت الستيكر. وهنا الطقم ده انتوا كنتوا شفتوه طبعا في الفيديو اللي فات، فيديو التنظيفات، قلت لكم ان انا هغير شكله خالص. فجبت اللي هو السبراي الابيض اللي هو البويه البيضه بس سبراي، ورحت ماسكه العلب طبعا بعد ما غسلتها ونشفت. رحت بقى بخاها كده باللون الابيض وحطيت عليها بقى ستيكر كده، فبقت زي الطقم اللي هو بيتباع ده اللي هو الصيني. بصراحه انا استخسرت، هو الطقم غالي عامل 400 جنيه، وده عندي اكليريك كده وشفاف، فانا يعني قلت حرام لما ارميه كده فهيبقى افترا مني يعني. فانا قلت لا مادام خلاص انا عايزه اجيب اللي هو الصيني ده عشان لونه ابيض، ده القعده بتاعته خشبي والغطا خشبي كده، وطالع برضو ايه يعني الطقم اللي انا بقول لكم عليه ب 400 جنيه طالع ترند قوي. فانا قلت لا انا اجيب ازازه سبراي ب 35 جنيه، ورحت رشاه كده وبقى اهو شبه الطقم اللي طالع ترند ده بالظبط كده، وبقى شكله جميل. وحطيت عليه الستيكر ده كان عندي، كنت جايباه معاكم مشتريات رمضان علشان خاطر احطه يعني في التوابل وكده. وطبعا بقى عندي فيه موجود حاجات كتير ومن ضمنهم السكر والشاي والبن، فرحت حاطه بقى الاستيكر عليهم، وبقى الطقم شكله حلو وخطير جدا زي ما انتم شايفين. حطيت بقى فيه الشاي والسكر والقهوه كده، وجبت كمان مكنه القهوه بقى الجميله. الحاجات دي كلها كنت جايباها معاكم وصورتها معاكم. روحوا الفيديو المشتريات هتلاقي تقريبا قبل يعني الفيديو اللي فات لا اللي قبله. اكتبي كده مشتريات رمضان ست بيت لهلوبه هيطلع لك على طول الفيديو، وشوفيه كل حاجه بالاسعار وبالمكان كمان. مكنه القهوه دي على فكره انا حطيتها كده، وبعد ما حطيتها وانا واقفه بكمل فرش استعملتها وحطيت فيها قهوه كده وقلت اجربها.
هي ممتازه جدا وحلوه وبتطلع القهوه بوش حلو قوي. بس على فكره كنت فاكراها سريعه زي الكاتل، لا طلعت بتاخد وقت شويه. المهم بقى جيت هنا ارص المجات دي برضو اللي كنت جايباها معاكم. كل حاجه جبتها معاكم في المشتريات بتاعه رمضان انا برصها دلوقتي وانا بفرش. والحاجات اللي هي صواني وحاجات من دي اللي بتحط في قلب الظرف حطيتها برضو ايه في قلب الظرف. يعني انا عملت حسابها كمان وانا بعمل الفرش بتاع المطبخ الداخلي وانا بنظم الظرف وكده. كان الفيديو اللي فات عملت حساب الحاجه اللي انا جايباها وعملت لها مكان، وطبعا دلوقتي وانا بفرش حطيتها تمام كده. المجات دي برضو كنت جايباها جديده حطيتها، وجيت احط معاها المجات بقى اللي هي القديمه، لقيت شكلها مش قد كده، فانا قلت لا خلاص مني وهحط الجديد. رحت نقله المجات اللي هي كانت عندي من الاول في مكان تاني، هتشوفوا معايا ده كله دلوقتي. المهم حطيت المجات دي كده فما عجبنيش شكلها فشلتهم. وحطيت التانيين اللي هم بتوع الشوربه كنت حطاهم في الظرف، قلت لا احطهم هنا كده شكلهم حلو، ينفع برضو للشاي بلبن وكده. انا من عشاق الشاي بلبن وبحب منه حجم كبير، يعني بنقي اكبر مج عندي واعمل فيه شاي بلبن فبحبه قوي. فالمجات دي قلت لا احطها هنا استخدمها برضو للشاي بلبن او اللي هو الهوت شوكليت. بعشق الهوت شوكليت، في مشروب كده طالع حلو جدا جربته بالشوكولاته، كله شوكولاته في شوكولاته، كانك ماسكه قطعه شوكولاته كده من البراندات المشهوره دي وبتاكليها. فبصراحه حلو قوي، هجيبه ان شاء الله لما انزل اشتري الحاجات اللي هي خزين يعني الخزين اللي هو الخضار بقى والحاجات دي. التلاجة برضو عندي فاضيه فهنزل املاها وكده، وهبقى اوريكم بقى ايه المشروب اللي بقول لكم عليه ده. المهم ان انا قعدت بقى اشيل واحط واغير. يعني بصوا تنظيف المطبخ ما بياخدش وقت زي الفينش، ان انت تقعدي بقى ترتبي احط ده هنا لا احط ده هنا لا احط ده هنا، فهو ده اللي بياخد وقت. يعني زي ما قلت لكم بصوا انا حطيت المجات الصغيره دي وبعد كده شلتها وحطيتها بقى في جنب تاني. بعتذر عشان صوتي يعني واخده شويه برد كده، فادعوا لي بقى بالشفاء كده، ربنا يشفي كل مريض يا رب ويفك كرب كل مكروب، اللهم امين. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. فانا حطيت بقى يعني قلت اخلص الرخامه دي كلها كده الاول. واليافطه اللي هي بتاعت ايه السحور زبادي ولا فول حطيتها كده زي ما شايفين شكلها حلو قوي وجميله. وحطيت البرادات والحاجات دي كده فوق يعني عملت بقى ايه ده ركن بقى كده يعني كوفي كورنر بقى. فروحت حاطه بقى الكوفي وكده، كان الورقه فيها اشكال كتير بس انا استكفيت بدول. فيها بقى حله وطاسه وحاجات من دي، لا الحاجات دي مش تبع الكوفي كورنر. المهم بقى وحطيت الفرع الاخضر ده كده ما بين طقم الشاي والسكر والقهوه والمكنه بتاعه القهوه. وجبت بقى فرع النور كده واحط عليهم بقى الشكل جميل. بصوا انا رمضان يجي عليا كده ما احطش فرع النور في المطبخ، لا لازم يعني مهما جدد فرع النور ده هو اللي بيحسسني بجو رمضان. حلو قوي يعني فاهمين. وبحبه كمان الملون، يعني ممكن انا في الصاله احط اللون اللي هو الورم، لكن هنا احب الكوكتيل ده بيبقى جميل كده وشكله حلو قوي. وكمان خصوصا بالليل بعد الفطار كده اخش اغسل مواعيني واخلص واطفي بقى النور كله واشغل بس اللي هو الانوار بس بتاعت النيش والنور بتاع اللي هو النور ده الفرع اللي انا حاطاه ده، واعمل كوبايه القهوه بتاعتي كده، وبيبقى المطبخ مع الصاله بقى من الانوار الهاديه دي شكلها حلو جدا جدا. فبصراحه الحاجات دي بتشجعنا ان احنا دايما نخلي المطبخ نظيف. انا عن نفسي الحاجات دي كلها بتخليني ان انا احافظ على المطبخ نظيف. الانوار والتجديدات دي في مواعين بخش اغسلها اول باول عشان المطبخ يبقى ايه ممتاز كده مش ناقصه حاجه فاهمين. يعني الحاجات دي اصلا بتشجعك ان انت تقفي في المطبخ وتقفي بنفس، مش اللي هو انا هقضي شغلتي واخرج على طول لا. المهم جيت بقى على الرخامه التانية حطيت الصينيه بتاعت الكيتشن دي كده، والازايز دي طبعا كان عندي ازايز تانية اللي هي ايه قصيره شويه وتخينه قوي من تحت، كنت عاملاها للزيت والخل، فطبعا غسلتها وعنتها شلتها خالص وجبت الازاز دي جديده معاكم. انا كنت جايبه طقمين، يعني كنت جايبه طقم اللي هو بازازتين، فجي ابني بيشد العلبه كده عشان يشوف فيها ايه فوقعها في ازازه منهم اتكسرت، فروحت رايحه جايبه طقم تاني فجبته اللي هو بالتوابل بتاعته، فبقى عندي ايه 3 ازاز. فروحت مخليه بقى قلت اخلي ازازه زيت للزيت العادي، حتى انا غيرت الاستيكر عشان ايه حطيت غلط، حطيت المفروض الازازه اللي مكتوب عليها سمسم اويل يعني زيت سمسم انا هحط فيها زيت زيتون، والازازه اللي هي مكتوب عليها اويل بس دي حطيتها للزيت اللي هو الزيت العادي بتاعنا. وهنا اهو السمسم اويل دي حطيت فيها زيت الزيتون.
والتانية اللي مكتوب عليها فينجر هحط فيها الخل. يبقى عندي ازازة زيت اللي هو العادي، وزيت خل، وزيت زيتون عشان بقى بحطه على الجبنة القريش، بحطه على الفول. جميل قوي بصراحة. ازازة زيت الزيتون دي كنت تقريبا جايباها ب90 جنيه، كانت الازازة الصغيرة دي، وريتها لكم برده في المشتريات وقلت لكم على السعر بتاعها، اللي هو الخزين الشهر بتاع رمضان اللي كنت جايبه فيه المكرونه والرز والحاجات دي. المهم بقى عبيت الازاز زي ما انتم شايفين كده زيت وخل وزيت زيتون، وحطهم بقى كده في قلب الصينيه. زيت الزيتون عجبني في الازازه دي جدا، عشان خاطر يعني ليها ايه فتحه صغنونه خالص كده بتحطي منها، ما بتحطيش كتير، مش هتهدر معايا كتير. فمنها ساعات باجي احط كده بيبقى الازازه بتاع زيت الزيتون اصلا بقها واسع، فبتروح حاطه كتير. المهم بقى حطيت كده الزيت والخل، وجبت بقى طقم التوابل. هحط فيه الملح واحط فيه دقه، والتالت مكتوب عليه شجر، وانا رحت حاطه فيه سكر عشان مكتوب عليه شجر. قلت ايه لما باجي اعمل صلصه بروح حاطه شويه سكر كده عشان الحموضه والحاجات دي. يعني فقلت احط فيها سكر، بس مش بعد ما حطيت قلت يعني انا بحط فيها سكر ليه، ما انا كان ممكن احط كمون او فلفل اسمر. فقلت مش مشكله، يعني لو احتجتها في اي توابل تاني جنبي هبقى افضي منها السكر واحط فيها التوابل دي. عبيت بقى الدقه دي، كانت معاكم الدقه دي يعني عشان سالتوني قبل كده. تقريبا اللي سالتني مش مصريه، لان تقريبا كل المصريين عارفين يعني ايه دقه. دي ملح مبهر، يعني ملح عليه كمون وبهارات كده ناعمه، كمون وفلفل اسمر وكزبره وشويه صغيرين كده من الشطه. انا بقى بزود عليهم بصل بودر وتوم بودر، بيديها طعم حلو قوي، ورشه كده صغيره من الكاري، فبيبقى طعم حلو والدقه حلو. وكمان ممكن برضو احط عليها شويه سمسم فبتبقى جميله. المهم بقى حطيت جنبهم الزرعه دي كده، وحطيت كمان الستاند بتاع المناديل، وعلقت بقى هنا فوطه دي عشان امسح فيها ايدي. وحطيت بقى الفرشه برضو اللي انا جبتها جديده، والقديمه شلتها رميتها، كانت خلاص بقى يعني بتقول لي ارحميني. وخلصت بقى الرخامه التانية، وجيت بقى هنا على التلاجة كده. حطيت بقى الحاجات دي كلها من السنه اللي فاتت، الحاجات اللي انا بحطها على التلاجة دي خلصت بقى وكنست الارض طبعا، كل ما افتح حاجه عماله ارمي الكيس في الارض عشان جبت طبعا ورقه. والسنه اللي قبلها رمضان اللي قبله كنت جايبه ورقه تانية برضه، وحطيت فيه كيس نضيف، فمش عايزه ارمي فيه حاجه برضه تاني، زينه على فبقيت التلاجة ارمي في الارض. والغسالة المهم وكده. رحت بقى كنسه الارض كده ولميتهم في شنطه، الورق كله في شنطه، ورحت بقى مسحاها. وخلاص بقى المطبخ بقى جاهز زي ما انتم شايفين، عامل لكم بقى جوله فيه كده كله تشوفوه. حطيت بقى زينه كده على التلاجة، وحطيت يعني مرضيش بقى اشيل الحاجات اللي كانت موجوده من الاول، اللي هي اشكال الفاكهه دي سبتها، وحطيت جنبها اشكال الفوانيس، وطلعت كمان مكنه الزبادي حطيتها فوق الفريزر كده عشان لما ابقى اشغلها برضو هخليها في مكانها كده. مش هحطها على الرخامه بتاع الحوض زي السنه اللي فاتت، لا، في عندي فيشه كده ورا الفريزر، وهحط مكنه الزبادي زي ما هي واشغلها مكانها كده. وهنا الارفف دي القصاقيس اللي فاضت برضو من الفرش اللي انا قصقصته، عملت بيها ايه الاشكال دي كده، حطيتها على الارفف كده اللي في الجنب. والفانوس القمر ده جنى اللي كانت عاملاه السنه اللي فاتت، حطيته كده، وحطيت في قلبه العروسه دي قاعده بقى كده باصه للسما كده زي ما انتم شايفين. وحطيت بقى يعني كام ديكور كده جنبهم. والمج ده عندي الشرخ مش بستخدمه، حاطه فيه البخور كده زي ما انتم شايفين، عشان ايه يعني بعد ما بخلص وكده ساعات بروح واخده ايه عود بخور ومشغلاه. وبخليه بقى الفازه الصغننه دي بينزل كده الحاجات الرماد اللي بينزل منه فيها. وحطيت كمان هنا مفرش كده داريت بيه الرخامه من اليمادي، عشان كنت حاطه صبت الغسيل هنا وشيلته من هنا، وحطيت مكانه الكرسي اللي انا بستخدمه لما اكون عايزه حاجه من الارفف العاليه. والنيش برضو معايا زي الفل وتمام اهو زي ما انتم شايفين كده. مسحته برضو ولمعته، لمعت الازاز بصوا منور ازاي، ده بمناديل ازاله الدهون، فبجد ممتاز يا بنات. مناديل ازاله الدهون دي حلوه جدا جدا. مش عارفه اجيب لكم الازاز قوي عشان يعني جايبني وانا طالعه فيه. فالمهم بصوا بقى النيش اديته مسحه كده سريعه لانه هو نضيف وما شاء الله اللهم بارك. الباشمهندس اللي عامل لي النيش يعني مقفله لي تقفيله حلوه قوي. والفرن برضو مسكته غسلته ونضفته زي الفل. والتربو ده بس نسيت اصوره لكم، حطيت في الرف الاولاني اللي بعد الفرن على طول، لميت فيه كل الصواني اللي بتخش الفرن بتاعت الكيكات بقى وكل حاجه والكب كيك وكده. ومن تحت بقى حاطه فيه البصل والبطاطس وكده يعني. وده الشكل النهائي بتاع الرخامه دي زي ما انتم شايفين. حطيت المج ده حطيت فيه المعالق اللي انا كنت جايباها معاكم الذهبي دي حلوه قوي. والماسك اللي هو الكف ده كنت بدور عليه ولقيته عند كوكو عند اس جميل جدا جدا، فروحت جايباه.
ورصيت بقى المجات الجديده بس هنا كده، والمجات القديمه حطيتها الناحيه التانية، يعني حطيت منهم مجين في المطبخ من جوه، و3 حطيتهم على الحوض الناحيه التانية. هتشوفوا معايا. بصوا الطقم شيك وعسل ازاي، قمر 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 والله، شكله حلو جدا. الحاجه يا بنات ما ترموهاش، حاجه غليت. اي حاجه عايزين تجددوها بلمسه بسيطه كده من ايديكي، تعملي لها اعاده تدوير، هتطلعي حاجه كده تحفه وجميله. يعني بصوا، يعني الطقم شكله اتغير تماما، كاني جبت طقم جديد. حطيته بقى كده، وبصوا يبقى كوفي كورنر. كنت حاطه الكاتل هنا مكان الصينيه بتاعت رمضان كريم دي، وحسيت ان الشكل مش قد كده، فروحت حطاه على الرخامه التانية. فانتوا قولوا لي احط الكاتل جنب هنا مكنه القهوه ولا اسيبه على الرخامه التانية؟ فقولوا لي رايكم في الكومنتات كده، وقولوا لي اعمل ايه. وهنا حاطه الفانوس كده، وهنا الراديو ده كنت حاطاه على العمود اللي ورا القلايه هنا، فلا رحت جايبه الرف ده هنا كده الحامل ده، وحطيت عليه الراديو، وحطيت جنبه زينه للورد كده. وهنا انا مشغله القران بوريكم اهو، هو جايب نقطه حمراء، مشغله الراديو، ومشغله عليه محطه كده، يعني انا بشغل عليه القران دايما، بس هنا مشغله بقى عليه، لقيت وانا بحاول كده محطه جايبه اغاني رمضان على نجوم اف ام. فبصراحه يعني عجبتني قوي، بس خلصت على طول بصراحه، حلوه قوي. والفانوس ده انا كنت جايباه من سنتين من عند كوكو اند اس. ربنا يفك كربه ويظهر الحق ويخرجه بألف سلامة لولاده يا رب، اللهم امين. ربنا يفك كرب كل مكروب ويفرجها على كل مغموم يا رب، اللهم امين. فحطيت بقى هنا كده جنبهم القلايه والبخاخه بتاعه الزيت، وهنا البوتاجاز برده صبنته وخليته زي الفل كده، زي ما شايفين فل شمعه منوره. العيون اللي فيه وقع من زمان، والازاز برده بتاعه اتكسر وانا بنقل وكده. فعايزه ان شاء الله كده ربنا يكرمني ويرزقني كده بامر الله، واجدده بقى، اجيب له اوكر واعمل له ازاز. بصراحه نفسي جدا جدا في البوتاجاز البلت ان، بس لقيته غالي جدا، والمكان بتاعه اغلى كمان. يعني المكان اللي هيتحط فيه البوتاجاز البلت ان غالي قوي. يعني انا سالت المتخصص قال لي هيعمل 6000 ونص، فتخيلوا 6000 ونص من غير البوتاجاز ولسه كمان البوتاجاز، فمبلغ كبير قوي بصراحه نفسي فيه. بس يعني ما فيش حاجه كبيره على ربنا ولا كتير على ربنا، يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمني واعمله بامر الله. عملت بقى الستاره شكلها حلو جدا وكيوته، والمنظر هنا حلو قوي قوي. بصوا الزيت والخل والتوابل كده، والمناديل جنبها جنب البوتاجاز، شكلها حلو قوي مع الستاره، تحفه تحفه. بصوا عمايل ايديا وحياه عينيا، شايفين؟ تركزي بس كده وتحطي في دماغك ان انت تعملي الحاجه هتطلعي احسن حاجه. والشفاط كنت غسلاه وانا بعمل التنظيفات، زي ما انتوا شايفين فله وقشطه كده جميل. فالمطبخ كله ما شاء الله اللهم بارك بيبرق زي الفل. فبصراحه يعني حاجه ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا جدا. والتجديدات دي بتبقى حلوه قوي 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 كده، وبتفتح نفسنا زي ما قلت لكم. الرخامه بقى بتاعه الحوض حطيت كده الزرعه الخضره دي، وحطيت الفوطه دي كده جنبها. بصوا الستاره ما شاء الله اللهم بارك، حلوه قوي 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 قوي. شايفين؟ ما حبيتش اعمل لها كسر زي الستاره الاولانيه عشان انا لازقاها مش خياطه، فاهمين؟ فانا حطيتها بس كده، وان شاء الله ابقى اعملها بقى بكسر. الغساله سبتها كده، ما حبيتش اجريها واحط عليها مفرش، لاني طول النهار بغسل. انا بحط فيها غسلتين وساعات 3 غسلات، غسله الصبح وغسله بالليل. اليومين دول بغسل 3 مرات عشان الفرش بقى وكده، طبعا غيار كل يوم ليا ولولادي، زائد الفرش اللي انا بشيله اغسله، فغسيل كتير يعني. فما رضيتش بقى احط عليها مفرش. انا كنت جايبه لها مفرش بس ما رضيتش احط، قلت لا عشان ايه هشيل واحط فيه، قلت لا اخليها كده عشان يعني ما بقاش مقفوره قوي، وكمان هي باينه شكلها عادي يعني. وكمان حط عليها ستيكر رمضاني شويه من السنه اللي فاتت، فسيبته برده ما رضيتش اشيله. بصوا بقى المطبخ عامل ازاي، هاخد لكم جوله فيه هاخد لكم جوله فيه كده من بعيد. الحوض ما شاء الله اللهم بارك نضيف وزي الفل. بصوا انا عايزه اكتب عليه كده ايه، ممنوع الدخول، يعني مش عايزه حد يخش يعمل كوبايه شاي. يا جماعه انا تعبت في المطبخ، سيبوه ان شاء الله يوم واحد كده نضيف وزي الفل. فما شاء الله اللهم بارك، حلو قوي قوي قوي. الاستيكرات اللي ورا البوتاجاز دي اللي هي المفارش بتاعه التلاجة، تمام. فانا حطيتها كده زي ما انتم شايفين. هنا بقى وانا مشغله الفرع الكوكتيل ده كده، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حاجه تفتح النفس. عايزه اقول لكم ان الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. يعني مثلا انت عايزه تجددي، والله جددي فرع نور مع عود زينه اخضر كده. مش عايزه تحطي ستيكر للرخامه، خلاص. انا والله حتى من قبل ما اعمل قناه بحب الاستيكرات جدا وبعملها.
عجبت حماتي برضو وقالت لي يعني هعمله كده وعملته. فبصراحه الاستيكر حلو جدا وبيدي بهجه، بيدي بهجه كده حلوه قوي. فالاستيكر كده بتاع الرخامه مع فرع النور مع فرع زينه اخضر، خلاص كده الدنيا بقت معاكي زي الفل. فمش عشان انا مثلا بصور وكده فبعمل كده، لا، انا من قبل ما افتح القناه اصلا وانا التجديدات عندي دي كده اساسي، دي بتفرحني جدا جدا. انا عايزه اقول لكم صحابي كانوا بيجوا لي يقولوا لي ايه ده، احنا بنخش شقتك كاننا قاعدين في جنينه من كتر الورد والنور اللي انا عاملاه من قبل ما افتح القناه بكتير قوي، يعني من حوالي 3 4 سنين او 5 سنين من قبل فتح القناه. فاهمين؟ كان معايا بنتي جنى بس. فانا من زمان احب كده، احب الديكورات، التجديدات، التغيير، احب الدنيا حواليا كده تبقى فيها بهجه. فبصراحه التجديد والتغيير حلو جدا جدا جدا. عاجبني قوي الحاجات دي، جميله جميله. معلقه شكلها شيك، جربتها يا بنات، حلوه ما بتغيرش لون خالص بصراحه. الماسك ده كان نفسي فيه وادور عليه في كل مكان مش لاقياه، بالصدفه لقيته عند كوكو اند اس كده في مرتجعات، يعني ناس واخده حاجات ومرجعاه، وانا لقيته كنت عايزه اتنين ما لقيتش غير واحد بس، فرحت واخداه. ربنا يفك كرب يا رب كده ويفك ضيقته. فانا رحت واخداه، بصراحه جميل جدا. كانت عامل 15 جنيه تقريبا او 20 او 17 ونص ما بين كده وكده يعني. قولوا لي بقى كده ايه رايكم. بصوا الصينيه دي مش عجباني هنا خالص، فانا هشيلها من هنا كده خالص. وهبقى احطها بقى ايه، هحاول احطها كده جنب البوتاجاز تحت الستاره دي كده تحت الحوض. انا هحطها كده عشان يعني بطلع عليها الاكل على طول، فانا هبقى اشوف لها مكان تاني. بصراحه شكلها مش لطيف قوي محطوطه في الوش. بس كده ده كان شكل المطبخ بتاعي كده. قولي لي رايكم، لو في حاجه مقفوره قولوا لي. انا شايفاه حلو، بس في ناس ممكن تشوف ان هو مقفور، ان هو فيه زينه كتير، لكن بصراحه عاجبني قوي 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 ومبسوطه بيه جدا جدا. انتوا برضو قولوا لي ايه رايكم، وان شاء الله كده تكونوا فرشتوا وخلصتوا انتوا كمان. ان شاء الله بقى انا كده خلصت المطبخ، هبدا بقى ان انا افرش كده الاوض بقى بتاعتنا والصاله وكده. وهحاول ان انا اشيل السجاد برضو اغسله واعينه، وافرش بقى ايه الحافظات على بالي العيد ان شاء الله، عشان مش عايزه بقى اقعد في رمضان اغسل سجاد وكده، ومش عارفه هيبقى الجو عامل ايه وهينشفوا بسرعه ولا لا، ومحدش عارف ظروفه ايه. بس كده هختتم بقى معاكم الفيديو، كنا خلصنا كده. ما تنسوش رايكم، وما تنسوش حبايب قلبي حطوا لايك للفيديو. سيبكم في رعايه الله، اشوفكم فيديو جديد على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيبكم بقى مع اغاني رمضان الجميله.